أهلا بيكم معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض السردين المعمر بطعم في منتهى الجمال وبشكل غير اللي متعودين عليه وبتتبيلة مميزة جدا. وهنقدم معاه رز صيادية بشوية إضافات هتخلي طعمه غير أي رز صيادية جربتوه قبل كده. صينية السردين بتاعت النهاردة جميلة جدا في شكلها، يعني لو عندك عزومة أو حابة تغيري عن ثواني السردين اللي عملتيها قبل كده يبقى جربي الوصفة دي هتعجبك جدا. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي، بس من فضلكم اعملولي لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واضغطوا على علامة الجرس اللي تحت الفيديو على طول علشان يوصل ليكم اشعار بالوصفات الجديدة. ودلوقتي هنبتدي نتعرف على شكل سمكة السردين علشان ما نتلخبطش بينها وبين اي سمكة تانية شبهها. سمكة السردين الجزء اللي فوق منها لونه رمادي مايل للازرق كده، والجزء اللي تحت لونه فضي، ولما بتمسكيها بتحركيها كده في ايديكي بتكون كلها لونها فضي عامل زي لون الفضة بالظبط، يعني هي بتتميز باللون الفضي. ونعرف ازاي انها طازة؟ اول حاجة بتكون ريحتها بحرية منعشة كده، يعني ما يكونش فيها اي ريحة غير مرغوب فيها. وعين السمكة نفسها بتكون صافية وبتلمع، والسمكة نفسها لما بتمسكيها كده ما بتكونش طرية زيادة عن اللزوم، بتكون ماسكة نفسها، لان اللي بتبقى طرية قوي دي لحمها طري بتكون قعدت كتير عندهم في التلاجة، وما تكونش طبعا بطنها منفوخة، والنغاشيش بتاعتها لازم تكون حمرا. يلا بينا بقى نبتدي ننضف السمك بتاعنا. انا نضفت الكمية كلها وسبت واحدة علشان انضفها معاكم. في البداية لو هتجيبي سمك ومش هتستخدميه في نفس الوقت، او يعني مش هتعمليه في نفس الوقت، يبقى لازم تنضفيه قبل ما تحطيه في التلاجة او الفريزر. هنا السمكة بتاعت السردين بيبقى على جسمها كده قشور، انا بشيلها، بتتشال طبعا بسهولة جدا علشان هي طازة. وهبتدي اشيل الديل بتاعها وهبتدي اقص الراس بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. الموضوع سهل خالص، ما فيهوش اي حاجة، بس انا قلت اعملها قدامكم علشان البنات الصغيرين لسه ما يعرفوش طريقة تنظيف السردين يعني. هنفتح بقى بطنها بالشكل اللي قدامكم ده ونشيل الامعاء بتاعتها، وبصباعنا كده هننزل نفتح الجزء اللي تحت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، علشان نبتدي نفتحها خالص كده اكنها سمكة سنجاري، ونبتدي نطلع الشوك اللي هو بيبقى في نص السمكة ده. سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، بصوابعنا كده هنبتدي نشد الشوك بتاعها ده اللي هي بيسموها سلسلة الظهر دي، هنبتدي نشيلها كده بمنتهى السهولة، هتطلع معانا برضو علشان السمكة طازة. وبالمقص هنبتدي نشيل جنابها اللي هي البطن، المفروض هنشيلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي هنسيبها، هنسيب الجزء اللي هو بتاع الظهر اللي ماسك الجنبين مع بعض، علشان لما نحطها في الصينية تطلع بالشكل اللي قدام حضراتكم في اول الفيديو. بس كده. هناخدها بقى على الحنفية ننضفها كده بالمية، هيبقى شكلها تحفة. بقية السمك اللي ورا اللي انا نضفته دوت، انا كنت عصر عليه عصرة ليمون، لان طبعا التصوير بياخد وقت، فهتلاقوه لونه غير اللي انا كنت لسه عاملاها دلوقتي يعني. هننضف بقى كمية السمك كلها اللي احنا جايبينها، ودلوقتي بقى هنبتدي نعمل الرز بتاعنا. عندي هنا 7 كوبايات من الرز، طبعا انا عاملة رز كمية كبيرة لاني كنت محتاجة كمان رز صيادية لحاجات تانية. حضرتك طبعا هتعملي على قد افراد اسرتك، والرز دوت انا شطفته بس وسبته كده، يعني ما نقعتوش، او طبعا على حسب ما مكتوب عندك على العبوة. ويفضل ان انت تشطفيه قبل ما تستخدميه على طول، لان في نوعية رز بتتكسر لو انت شطفتيه وسبتيه فترة. وعندي هنا بصلتين كبار كده، بصلتين حلوين، ولو مش كبار يبقى 3، متقطعين صغير زي ما حضراتكم شايفين كده. وعندي هنا 3 من فلفل الألوان الأخضر والأصفر والأحمر، لو مش متوفر ممكن الأخضر بس عادي جدا نحط منه 3 صغيرين. وعندي هنا جزرتين وسط مبشورين، وطبعا انتوا لو هتعملوا طبعا كمية أقل فهتقسموا كل حاجة على قد الكمية اللي انتوا عاملينها. وهنا كمية الزيت اللي هنحتاجها، لو مش هتحطي خضار ولا الكلام ده كله يبقى ممكن تحطي على كل كوباية رز معلقتين كبار من الزيت. انا علشان حاطة كمية الخضار دي مع الرز، حاطة لكل كوباية رز 3 معالق كبار من الزيت، ولو حابة تزودي او تقللي دي حاجة براحتك، بس هي كده بتبقى مظبوطة جدا وبيبقى مفلفل كده زي ما شفتوا في اول الفيديو. وهنحتاج عود من القرفة، ورقتين من اللوري، وواحدة من اللومي اللي هو الليمون المجفف، السودة دي او التانية الفاتحة عادي جدا مش هتفرق. وهنحتاج معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من بهارات السمك. ومقدار الملح، انا بحط لكل كوباية رز نص معلقة صغيرة مش مليانة من الملح.
ودلوقتي بقى هنبتدي نجهز الرز في حلة على النار. هنبتدي نحط الزيت اللي احنا قلنا عليه، وكمية البصل اللي هي بصلتين كبار، وعود القرفة واللومي وورقتين الغار أو ورق اللوري. وهنقلب بقى كل الجمال ده مع بعضه لحد ما ياخد لون اللي هو الذهبي الغامق. ونخلي بالنا في فرق بين البصلة لما تتحرق وان هي تاخد اللون اللي قدام حضراتكم ده. علشان كده لازم نقلب باستمرار لحد ما ناخد اللون الذهبي الغامق، مش عايزينها تتلسع مننا علشان ما تمررش الرز. وبعدين هضيف جزرتين وسط مبشورين وهقلبهم مع بعض كده لحد ما يدبلوا، يعني كل حاجة بعد كده هتاخد تقلبتين بسيطة كده. وبعدين هنزل بالثوم. الثوم هنخليه قبل ما ننزل الفلفل على طول، لان احنا مش عايزين الثوم برضو يتلسع مننا، يعني عايزينه يدوبك كده يتشوح تشويحتين. ونضيف على طول الفلفل الالوان بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنقلب بقى الفلفل الالوان لحد ما ياخد كده تشويحة بسيطة مع الجمال ده كله. وبعدين هنضيف المية المغلية. لكل كوباية رز مصري أنا بحط كوباية من المية، وعلشان الخضار اللي احنا حاطينه أنا زودت حوالي نص كوباية أو كوباية إلا ربع من المية فوق مقدار المية اللي أنا متعودة عليه، اللي هو لكل كوباية رز مصري كوباية من المية العادية، أو برضو على حسب ما مكتوب على عبوة الرز اللي انتي شارياها. وأول ما المية تغلي هبتدي أضيف معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من بهارات السمك والملح. وهقلب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعضها لحد ما اتأكد ان الملح داب وتوزع كويس والمية غلت. هبتدي بقى اضيف الرز بتاعنا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ولو عايزة تبدلي الرز المصري بالرز البسمتي مفيش اي مشكلة، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. هنقلب بقى طبعا الرز في المية، واول ما المية تغلي كده بالشكل اللي قدام حضراتكم هنغطي عليها وهنهدي النار خالص لأهدى درجة، وهنسيبه بقى يستوي سوى الرز العادي. ودلوقتي بقى هنبتدي نحضر تتبيلة السمك الخطيرة اللي هتخلي طعم السردين تحفة بجد في منتهى الجمال. والتتبيلة دي تكفي ل2 كيلو ونص من السردين. هنحتاج معلقتين صغيرين من الملح، معلقة كبيرة من بهارات السمك، ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الكركم أو نص معلقة، بس أنا حاطة ربع معلقة وكان مظبوط جدا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونص معلقة صغيرة من الشطة أو حسب الرغبة. وهنحتاج معلقة كبيرة كده مليانة من الثوم المفروم، وهنحتاج معلقة صغيرة من الخل، وعصير ليمونتين كبار، ولو الليمون كان صغير يبقى هنعصر 3. وعندي هنا نص كوباية من الزيت، ودول حبتين من الطماطم حجمهم كبير شوية أو وسط، وبشراهم وشايلة منهم القشر. في البولة بقى اللي هنحضر فيها التتبيلة هنبتدي نحط المكونات دي كلها على بعضها بالترتيب ده. مثلا هنضيف بشر الطماطم والزيت والليمون ومعلقة صغيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم والبهارات اللي احنا قلنا عليها الجميلة دي. وهنقلب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعضها، وبكده التتبيلة الخطيرة بتاعتنا دي جاهزة. هنبتدي بقى نتبل بيها السمك بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. انا جبت صينيه علشان طبعا اقدر اتبل السمك فيها واتاكد ان التتبيله دخلت في كل جزء في السمكه. هبتدي ادهن الاول الصينيه اللي هحط عليها علشان تبقى السمكه من فوق ومن تحت فيها تتبيله. وهفرد السمك بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وبعدين ابتدي اضيف عليه التتبيله بالشكل ده. ولو هتحطوا على السردين بعد ما تنضفوه ليمون زي ما انا عملت، يبقى في التتبيله هنحطوا ليمونتين بس وسط، يعني عصير ليمونتين وسط بس، علشان الليمون لما بيكتر في السمك بيمرر، فعايزين ناخد بالنا. هنا انا كملت كل كمية السردين، تبلتها كلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وبقت التتبيلة في كل حتة في السمك. عايزة اقول لكم ان ريحة التتبيلة مع السمك تحفة من وهي لسه مستويتش بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شكل وريحته في منتهى الجمال لانه كان لسه طازة بجد، كان لسه طالع من البحر. ودلوقتي هنجهز الصينية اللي هنعمل فيها السردين المعمر. انا حطيت طبق كبير لان طبعا السردين انا هفتحه كده على جناب الصينية، فمش عايزة حاجة تقع من التتبيلة على المكان عندي، يبقى المكان نضيف زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هبتدي ادهن الصينية بتاعتي من الزيت بتاع التتبيلة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وهاخد بقى واحدة من السردين، هخلي الراس من تحت والديل من فوق، وهبتدي ارتبهم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، يبقوا لازقين في بعض كده، ما يبقاش فيه فراغات علشان الرز ما يطلعش بره، ويبقوا بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هكمل بقى داير ما يدور كده بالصينيه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وبعدين ابتدي املى الوسط بتاع الصينيه بالشكل ده، وبرده اضمهم كده على بعض لحد ما يبقوا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هنا الرز بتاعنا كان استوى وبرد شوية كده وبقى مفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي احطه في الصينية كده واضغط عليه بالراحة كده علشان يبقى سطح الصينية متساوي، وهبتدي اقفل السردين بالشكل اللي قدام حضراتكم ده لحد ما يبقى بالشكل الجميل ده.
وهحط الباقي في الوسط بالشكل ده، وامسح الصينية علشان لما تخرج من الفرن يبقى شكلها حلو لو احنا هنقدمها بالشكل ده ومش هنقلبها، لان ممكن تقدميها برضو بالشكل ده. هبتدي دلوقتي اعمل الشكل اللي هو في البولات او في القوالب الصغيرة، ولما يفيض سردين هبتدي اغطي الاجزاء اللي باين منها الرز في الصينية. هجهز برضو الطبق الكبير ده علشان التتبيلة ما تبهدليش الدنيا. وممكن بقى لو انتي ما عندكيش القوالب الصغيرة دي اللي بتخش الفرن، ممكن تعمليه في قوالب الكب كيك الصغيرة، ده برضو بيبقى شكله حلو قوي. هنجيب بقى البولات الصغيرة دي اللي بينفع تخش الفرن، وندهنها من التتبيلة كده او دهنة زيت، وبعدين نبتدي نفرد عليها كده داير ما يدور السردين بتاعنا بنفس الشكل اللي عملناه في الصينية. وهنحط برضو في الوسط كمية كده من الرز على قد البولة طبعا اللي احنا عاملينها، ونقفل السردين بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. موضوع سهل خالص، ما فيهوش اي حاجة صعبة، بس بيدينا نتيجة في الشكل وفي الطعم وفي منتهى الجمال. وبعد ما هنخلص هنبتدي نحط كده من التتبيلة على الوش. ودي برضو البولة الحمراء عملتها بنفس الشكل، وهقفل برضو على الرز كده بالسردين، ونعمله كده بإحكام، ونحط برضو من التتبيلة على وش البولة كده، وكده يبقى جاهزين. طبعا فاض واحدة من السردين، فبدأت أغطي الجزء اللي كان باين من الرز في الصينية الكبيرة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، علشان لو حابين تقدموها من غير ما تقلبوها هي شكلها تحفة. وهاخد برضو من التتبيلة وأغطي وش الصينية بالكامل بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. تحفة يا جماعة، ريحة وشكل وطعم في منتهى الجمال. الوصفة دي جبارة بجد يا جماعة، لازم تجربوها، تحفة. هدخلها بقى على فرن حامي على درجة حرارة تكون عالية، لأن السمك مش بياخد وقت. وهنشغل الفرن من تحت ومن فوق، وهنتابع الصينية، وهندخل الصينية في الرف الوسطاني. أول ما تاخد اللون الحلو المحمر اللي قدام حضراتكم ده هنطلعها على طول، السمك مش بياخد وقت. أنا أخدت معايا تلت ساعة، انتي ممكن تاخد معاكي نص ساعة ل5 دقايق ولا حاجة، على حسب الفرن بتاعك. علشان نقلبهم بقى يبقى لازم نسيبهم لما يهدوا خالص علشان نعرف نقلبهم، لأن لو قلبناهم وهم سخنين الشكل مش هيكون مظبوط خالص. ولما بنقلبهم بقى كده بيبقى شكلهم في منتهى الجمال، كيوت بقى الصغيرين دول. ممكن تحطيهم كده لكل فرد من الأسرة، كل واحد بولة صغيرة كده مع الرز وسلطة وسلطة طحينة. وممكن تقدميه بالشكل اللي أنا قدمته في أول الفيديو. يعني بقى التقديم ده بتاعك انت بقى، ابداعي زي ما انت عايزة. وهنا كمان الصينية كانت هدت خالص الكبيرة، حطيتها في الطبق الكبير ده. بصوا بدأت تسيب البايركس ازاي وتنزل، يعني الموضوع سهل خالص. هبتدي بقى اشيلها من البايركس وتطلع معايا بالشكل التحفة ده. ريحتها بقى مش قادرة اقول لكم يا جماعة، يا روحي عليها، خطيرة خطيرة بجد، صينية سمك تتاكل كده يعني. مش قادرة اقول لكم على جمالها وحلاوتها وريحتها وشكلها، كل حاجة فيها جميلة بجد. لما تجربوها هتعجبكم جدا. وتقطعوها بقى كده بالشكل الشيك دوت. لو عندكم عزومة او عايزين تغيروا عن طرق التقديم اللي متعودين عليها، الطريقة دي في منتهى الشياكة، جمعت بين كل حاجة في وقت واحد. يعني الطعم تحفة، الرز مفلفل وجميل، طعم السمك وشكله في منتهى الجمال والشياكة. بجد يا جماعة روعة. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم، وتقولي رأيكم في الكومنتات. من فضلكم لو عجبكم الفيديو شيروه لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع ألف سلامة.